في العالم كاين شركات كبار، شركات اللي تقريبا كلشي كيعرفها بحال ابل، امازون، فيسبوك. ولكن واش عمركم سمعتوا بشركه سميتها بلاك روك؟ هاد الشركه ماشي بحال اي شركه، ما كتصنعش تليفونات وما كتبيعش المنتجات وما عندهاش تطبيق كتيليشارج، ولكن مع ذلك هي من اقوى الكيانات الماليه في العالم. بلاك روك كتسير اكثر من 10 تريليون دولار، وهذا الرقم خيالي كيتجاوز الناتج الداخلي ديال دول بحال المانيا، فرنسا وحتى الهند. ولكن شكون كاين وراء هاد الشركه؟ وعلاش بزاف ديال الناس كيقولوا انها كتحكم في العالم من وراء الستار؟ واش بصح عندها تاثير على الحكومات، على السياسات وعلى حياتنا اليوميه بلا ما نحس؟ اليوم في هذا الفيديو غادي نغوصوا في العالم السري ديال بلاك روك، فشكون هو مول هذه الشركه وكيفاش اسسها وخلاها تتحكم في العالم حرفيا براس مال اللي كيتجاوز 10 تريليون دولار، واللي فقط جوج دول اللي كيتجاوز الناتج الداخلي المحلي ديالها هذا الرقم، واللي هما الصين وامريكا. وكيفاش شركه بهذا الحجم ما عمرك سمعتي بها، او بالاحرى ما بغاوكش تسمع بها، حقاش هذه الشركه كتعتبر اخطر شركه في العالم. مول الغواصات بلاك روك. وقبل ما نعرفوها خصنا نعرفوا المؤسس ديالها ضروري. لاري فينك يهودي امريكي الاصل. فاش كتقول لشي واحد بان اليهود هما اللي كيتحكموا في العالم كيتحاب ليك كتكذب عليه. المهم لاري فينك تزاد في لوس انجلوس في امريكا سنه 1952 من عائله ميسوره. مو با بزوج مخدامين، قرا حتى شاد البكالوريا وعنده الماستر في اداره الاعمال، ومباشره خدم في البنك الاستثماري اللي سميتو فيرس بوست. لاري فين ما كانش رجل اعمال عادي، بل عبقري مع باقي راسو ستريت. هو الراجل اللي عاود افكار طرق جديده لمفهوم اداره الاصول، وكان كيتعتبر اينشتاين في الاسواق العالميه، وكان كيامن بان التطور التكنولوجي اللي غادي في العالم هو اللي غادي يغير لعبه المال. والطرق ديالو في الاستثمار ولات معيار اللي كيتاخذوا اكبر المستثمرين اليوم في العالم. في اول خدمه ليه فاست بوست الموهبه ديالو بدات كتبان، كيحقق اهداف كبيره لهذا البنك الاستثماري، وبدا كيستثمر في العقار بمبالغ الهائله حتى وصل انه يدخل لهذا الفورم اول مليار دولار ديالها. حتى وصل انه يدخل لاري فين دار واحد الاستثمار اللي مشى في اتجاه اللي ما كان كيتوقعوا حتى واحد، بسبب انه كيخسر الشركه 100 مليون دولار. وهادشي خلاه يتعلم مزيان شنو كيخلي ريسك ماناجمنت واداره المخاطر الاستثماريه، وهادشي اللي خلاه يطور واحد النظام اللي سميتو علاء الدين، اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو، اللي عنده دور كبير في المكانه اللي وصلت ليها بلاك روك اليوم. هادشي حتى سنه 1988 تم قرر يأسس شركه خاصه ديالو هو شي سبعه المستثمرين اخرين، وهاد الشركه هي بلاك روك. غتسولوني دابا هاد الشركه شنو التخصص ديالها؟ شركه بلاك روك هي شركه استثمار او اداره اصول، يعني كيجيو عندها ناس اللي باغيين يستثمروا فلوسهم وهي كتستثمر لهم هذيك الفلوس وتعطي نسبه من الارباح وتاخذ ديال العموله ديالها او نسبه من هذيك الارباح اللي كتربح اليوم. ولكن الحاجه اللي خاصك تعرف هي ان هاد الناس ماشي اشخاص عاديين بحالي وبحالك، ولكن هما رجال اعمال اللي كبار واللي غالبا كيجيو نيابه على بنوك وشركات استثماريه عملاقه من العالم كامل، وكيجيو عند بلاك روك لسبب واحد واللي هو علاء الدين، واللي هو نظام حاسوبي خارق اللي طورت شركه بلاك روك، واللي الدور ديالو هو يحل الالاف ديال الداتا والبيانات ديال الاسواق الماليه الكبرى في الوقت اللي قصير بزاف، ويعطيو الشركه المعلومات اللي محتاجه باش تعرف فين كاين الريسك وفين ما كاينش، ويسهل عليها تستثمر ملايين الدولارات ديال الكليان ديالها بطريقه اللي الربح فيها شي مضمون. وهادشي اللي خلى القيمه السوقيه ديالها في ظرف 5 سنين فقط انتقل من 5 مليون دولار ل 800 مليار ديال الدولار. الحالي ديالنا فرع النظام الحالي عادي كيتحكم في اصول اللي القيمه ديالها كتجاوز 21 تريليون دولار. باش تعرف ان هذا العدد ماشي عادي، فرع حجم الاقتصاد الامريكي كامل كيتراوح حوالي 20 تريليون دولار، حجم الاقتصاد الاتحاد الاوروبي فرنسا كيتجاوز 15 تريليون دولار. كما ان علاء الدين كيأثر في قرار مئات البنوك والمؤسسات الماليه الكبرى في العالم كامل، وازيد من 17000 متداول في البورصه. باش بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر خليني نقول لكم بلي هذا النظام علاء الدين كيتعتبر نظام حاسوبي آلي خارق بمعنى الكلمه. ولكن باش نعرفوا بالضبط شنو اللي وصل شركه بلاك روك لهذه الارقام خاصنا نرجعوا لكم ل 2008 السنه اللي وقعت فيها اكبر ازمه اقتصاديه في القرن ال21 اللي بدات بسبب انهيار السوق العقاري في الولايات المتحده الامريكيه. هادشي خلى حكومه امريكا شخصيا تطلب المساعده ديال لاري فينك باش تحل هذه الازمه، وهادشي اللي استغلته شركه بلاك روك، خاصه ان لاري فينك كان كيتوقع الحصول ديال الازمه سنوات قبل، وبدا في الاستحواذ على مئات البنوك والشركات الكبرى اللي كانت كتعاني من ديك الازمه واللي كانت في حافه الافلاس والازمنه اللي طايحين بزاف. وفي نفس الوقت عاونت امريكا في اداره الازمه. وبنهايه سنه 2008 لاري فينك ولا اقوى رجل في وول ستريت، وشركه بلاك روك بدات رحله السيطره على اقتصاد العالم بجانب هذا الدعم الكامل ديال اقوى حكومه في العالم واللي هي حكومه امريكا، وزادت التطورات من الخدمات ديالها وبدات تعرض على الزبائن ديالها اي تي اف. والاي تي اف هي عباره على شركه استثماريه اللي فيها اسهم من بزاف ديال الشركات في قطاع معين، واللي لقات اقبال كبير من عند الناس السبب الراجع لانه الاستثمار شبه مضمون. ولات كتعتبر بلاك روك اكبر شركه في هذا المجال حتى هو، وبدات تستثمر في اكبر الشركات العالميه وفي جميع المجالات. ولا مشيتي اي شركه معروفه الوقت ديالنا غادي تلقى اسم بلاك روك، اي غادي تلقى شركه بلاك روك كتمتلك حصه اسد في اي شركه جاتك على بالك دابا. على سبيل المثال في قطاع التقني شركه بلاك روك كتمتلك اسهم شركه ميتا وشركه ابل وشركه مايكروسوفت، اضافه لبزاف ديال الشركات الاخرين. اما القطاع الاعلامي او الاخباري فراه شركه بلاك روك كتمتلك 15% اللي منها قناه سي ان ان وقناه تي بي اس نيوز وقناه فوكس نيوز، واللي كيعتبروا اكبر القنوات الاعلاميه في العالم، واللي عندهم تاثير كبير في خلق وتوجيه الراي العام في العالم وخاصه الشعب الامريكي. زائد انه كيمتلكوا حصه في كل من نتفليكس والثمن
ديزني، اي انه اي حاجه كتشوفها وكتسمع بها فراه من تحت راس الشركه. وما وقفاتش هنايا، بل مشارك اسهم اكبر شركات النفط والغاز في العالم، وعندها استثمارات في المجال الفلاحي حتى هو، وحتى في مجال صناعه المواد الغذائيه، حيث انها كتمتلك حصه اللي كتقدر ب 20 مليون دولار من كل شركه كوكاكولا وشركه بيبسي اللي كتعتبر منافسين ديال بعضيات. وباختصار اي شركه في هادو اللي ذكرت لهم ما عندهم الحق انهم يتخذوا اي قرار ويغيروا من سياسه الشركه ديالهم بلا ما يتشاوروا مع بلاك روك. وهذا الشيء يعني ان بلاك روك هي اللي كتحكم في اغلب الشركات. زائد ان لاري فينك اولا فهو راه ملياردير ورجل اعمال اللي كمتوازن في العالم المالي والاقتصادي في امريكا وحتى خارجه. زائد انه عنده حكام العالم في الجنب ديالو اللي عندهم علاقات قريبه بزاف، وذلك لان بلاك روك هي اللي كتقوم باداره اصول واستثمارات بنك الاختيار الفيدرالي الامريكي وبزاف ديال المؤسسات الماليه ديال بعض الدول بحال صندوق التقاعد الياباني اللي كتعتبر الاكبر في العالم. وكنظن ان هذا هو السبب اللي خلاك ما عمرك سمعتي لاري فينك او شركه بلاك روك. فإلا كنت الشخص اللي كيتحكم في 90% من المنصات الاعلاميه في العالم وفي نفس الوقت كتمتلك شركه اللي كتحكم في اكثر من 10 تريليون دولار، وهادشي اللي ما عمر شي شركه في العالم وصلت ليه، فراه ماشي غير انك تكون ما عمرك سمعتي بهذه الشركه، لان هادشي راه